السلام عليكم متابعينا الكرام، مشاهدي قناة الجرينتا الجزائرية في كل مكان. وقبل أن نبدأ الفيديو، وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تبخلوا علينا بوضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أولا بأول دون عناء البحث عليه. كما علمنا أن معظم محبي القناة لا تصلهم فيديوهاتنا، وذلك بسبب عدم الاشتراك والتفاعل مع الفيديوهات. لذا فضلا منكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، ولن نبخل عليكم بأي جديد إن شاء الله. في مستهل مشواره مع التشكيلة الوطنية والمقبلة على المشاركة في دورة ودية بالجزائر تضم جنوب إفريقيا وأندورا وبوليفيا، ركز الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش على الاسترجاع، وخاض رفقاء الحارس أنطونيو موندريا سهرة أمس الاثنين أول الحصص التدريبية ضمن التربص المقام بمركز سيدي موسى تحت قيادة البوسني بيتكوفيتش. وأفادت الفاف في موقعها الإلكتروني بأن الحصة الأولى تحت قيادة الناخب الجديد كانت غنية بالدروس، وكانت أيضا فرصة للتقني البوسني من أجل التعرف على اللاعبين، مبرزة أن الحصة التدريبية الأولى لمحاربي الصحراء كانت خفيفة ومتنوعة وسط أجواء مميزة بين اللاعبين الذين كانوا سعداء بارتداء قميص الخضر من جديد. كما قام الناخب الجديد بتقسيم التشكيلة إلى مجموعتين، الأولى خاضت تدريباتها على أرضية الميدان، بينما تدربت المجموعة الثانية داخل القاعة. للإشارة فإن الخضر سيدشنون الدورة الودية بمواجهة بوليفيا هذا الجمعة 22 من مارس الجاري، قبل ملاقاة جنوب إفريقيا الثلاثاء 29 من الشهر ذاته.